تخيل حد يموت ويرجع الحياة تاني عشان بس يشاور على اللي قهروه ويوصي ناس تطلع تكشفهم لو حصل حاجة، وبعدها بأيام يفارق الحياة في صمت. في قصة في سورة البقرة كانت بتحكي إن في يوم من الأيام كان في واحد من بني إسرائيل اللي اتقتل، ومحدش عارف مين اللي قتله. الناس قعدوا يدوروا على القاتل وملقوش أي دليل، فراحوا لسيدنا موسى عشان يحل المشكلة. سيدنا موسى دعا ربنا، وربنا أمره إن يقول للناس يذبحوا بقرة. الناس استغربوا وقالوا سيدنا موسى إيه علاقة قتل الراجل وذبح البقرة؟ سيدنا موسى قال لهم إن دي أوامر ربنا وإنها لازم ينفذوها. فالمهم جابوا البقرة وذبحوها. فسيدنا موسى أخد جزء من البقرة وضرب بيه جثة الراجل المقتول، وفجأة وبدون مقدمات قام للحظة وقال فلان اللي قتلني. وبعد الكلمتين دول مات تاني، واكتشفوا القاتل بفضل معجزة من ربنا. وبعد آلاف السنين يشاء ربنا إن القصة دي تتكرر تاني مع اللاعب أحمد رفعت. أحمد رفعت من حوالي 4 شهور كان طبيعي جدا وبيمارس حياته بشكل عادي، وفجأة وبدون أي مقدمات وهو بيلعب ماتش يقع في أرض الملعب ويفقد وعيه، ولما ينقلوه للمستشفى يدخل في غيبوبة وما يحسش بالدنيا. وبعدها بأيام عضلة القلب تقف بشكل كامل لمدة ساعة، والدكاترة مش عارفة تعمل أي حاجة. لكن يشاء ربنا بفضل دعوات والدته وكل الناس اللي بتحبه أحمد يرجع تاني للحياة ويفوق من الغيبوبة، وحالته تتحسن ويخرج من المستشفى مفيهوش أي حاجة، لدرجة إن الدكاترة والطاقم الطبي لفريق الكرة اللي بيلعب فيه قالوا إنه قدامه شهر بس ويرجع يلعب تاني وينزل الملاعب. وبعدها بأيام يظهر في أول لقاء ليه بعد اللي حصل مع الإعلامي إبراهيم فايق، ويحكي لنا إن كل اللي حصل له ده بسبب إنه وقع عليه ظلم كبير واتعرض لضغوطات نفسية من ناس مش قادر يقول حتى اسمها، هي اللي وصلته لإن يحصل له سكتة قلبية من الحزن والقهر على نفسه. انتوا متخيلين إن ممكن إنسان من كتر الضغوطات والحزن يوصل لمرحلة إنه يجيله سكتة قلبية؟ وبعدها بأيام قليلة صحينا كلنا على خبر وفاته بشكل مفاجئ، بعد ما كان يتحسن وفي نيته يكمل حياته وشغله من تاني. قصة سيدنا موسى والبقرة والشخص اللي مات وإن ربنا أراد إنه يحييه ويكشف سر اللي قتلوه كلنا شفناه برضه بعد خبر وفاة أحمد رفعت. حكمة ربنا بتتكرر تاني بالحرف. أحمد بينه وبين ربنا سر كبير محدش يعرفه. تخيلوا لو اللاعب ده كان مات قبل الحلقة اللي اتعرضت، تخيلوا إن ربنا أراد بعد 1.5 ساعة وبعد ما يفارق الحياة يفوق ويصور حلقة وتتعرض عشان بس الناس تعرف إنه اتظلم واتعرض لضغوطات نفسية من ناس هي اللي وصلته لكده. أحمد بينه وبين ربنا سر كبير، وده اللي خلى شعب كامل يحزن عليه ويدعيله ويتعمل له من امبارح للنهاردة أكتر من عمرة، من أشخاص عمرها لا شافته ولا كانت تسمع عنه. السر اللي بين أحمد رفعت وربنا يخلي اللي ظلمه يخاف، وأي حد ظلم إنسان في الدنيا لازم يخاف. اطمن يا أحمد ونام مرتاح، ربنا كشف السر وهيجيب لك حقك. يا ريت كلنا ندعيله بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله الأهل الصبر والسلوان.